انتهت إذن امتحانات شهادات البكالوريا، وانتهت معها حالة الخوف والارتباك من أسئلة الامتحانات التي رافقت شعور المترشحين طيلة الأيام التي امتحنوا فيها، لينطلق العديد منهم إلى الشواطئ قصد الاستجمام وتغيير الأجواء. نتابع التفاصيل مع إبراهيم غطاس وأحمد بوطاف. أخيرا وبعد موسم دراسي مشحون بالضغوطات والإرهاق، ها هي الشواطئ تمتلئ بطلاب البكالوريا الذين نزلوا جماعات وفرادى للاستمتاع بالماء والجو النقي، لعل أعصابهم المشدودة تهدأ إلى حين إعلان نتائج الامتحان. جينا لهنا البحر نسولاجي ونحوش ويا لابريسيون تاع الباك تاع دوك العينه تاع العام كومبلي اللي عينا فيه، جينا نحو لهنا ستريس. حنا شغل جينا نحو على خاطرنا جينا نساو هذاك اللي كنا فيه الضغط علينا تاع الباك وكاع. بالك كي تخرج الريزلتا وان شاء الله فيها خير فما باش تبان الفرحه تاع الصح. جينا يا خو عام كومبلي وحنا نقراو منايا نجبدو غير الدار. وكي خرجنا فاكونس منا جينا نديفولي ومنا. رغم الأجواء الاستجمامية الرائعة التي يصنعها هؤلاء، إلا أن تفكيرهم لا يزال سارحا في مصيرهم المرتبط بما ستسفر عنه نتائج الامتحان. جوزت الباك يا خو، شاني نقول لك انا جيت ريحنا البحر مع راسي هكذا، وان شاء الله نتمنى من كل قلبي يا خو ان شاء الله نجيب الباك. ان شاء الله غراني خايف يا خو، قسما بالله غراني خايف، وان شاء الله يا خو ان شاء الله نجيبه باش نعقب صيفي انتيك. هذه الفئة التي كانت تنتظر بفارغ الصبر انتهاء الامتحانات، ها هي الآن تنتظر انتهاء فترة القلق والترقب قبل إعلان النتائج، لكن في أجواء مختلفة، أجواء قد تخفف عنهم التوتر والضغط النفسي.